السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من المملكة. حلقتنا اليوم تأتيكم من أحد أبرز وأشهر المعالم في العاصمة السعودية الرياض، إبداع هندسي ومعماري، وإبداع آخر في المستطيل الأخضر، اسمه باختصار طارق التايب. قبل الدخول في تفاصيل هذه الحلقة دعونا نتعرف أولا على هذا المبنى الرائع. عندما تشاهد أي لقطة لبرج الفيصلية تدرك أنها صورت في الرياض، فقد أصبح أول الأبراج الناطحة للسحاب معلما عالميا يرمز ويخص العاصمة السعودية. هذا المبنى الذي يقف شامخا في قلب المدينة يصل ارتفاعه ل 266 مترا ويتكون من 30 طابقا، جعلته يحتل مرتبة ضمن أعلى 50 مبنى على مستوى العالم. مشروع ضخم كلف قرابة 1,200,000,000 ريال سعودي على مساحة تصل إلى 24,000 متر مربع، تضم فندقا مميزا ومكاتب تجارية. أما القمة وهي التي تمتلك منظرا رائعا ومطلا على كل أرجاء العاصمة، فقد صممت بطريقة هندسية مبتكرة جعلتها تجلب الأنظار والاهتمام. من هذا المنطلق اخترناها لتكون مكان لقائنا بالنجم الليبي المميز طارق التايب. هنا في أعلى نقطة في برج الفيصلية نرحب بنجم كرة القدم الليبية، بواحد من أبرز اللاعبين المحترفين في تاريخ حتى المملكة العربية السعودية، طارق التايب، لاعب نادي الهلال السعودي سابقا ونادي الشباب حاليا. كابتن طارق حياك الله. أهلا وسهلا بك. شكرا على قبول دعوة الجزيرة الرياضية. بارك الله فيك. أنا أسعد والله. كابتن طارق، نبدأ أولا مما نحن فيه من المملكة العربية السعودية. تجربة طارق التايب الاحترافية طويلة متنوعة، لكن أعتقد نقطة مضيئة جدا هي تجربة طارق التايب في المملكة العربية السعودية. والله أكيد طبعا. هي جاء عرض الهلال كان بعد نهاية مشكلتي معنا في تركيا في نهاية الموسم 2005-2006. كل شيء بالنصيب. كان عندي عرض فريق انجليزي كارديف سيتي في الدرجه الاولى الانجليزي. كانت اتصالات معنا، كانت كلمني معنا رئيس النادي محمد بن فيصل وطارق التواجري، وجدت الامور بريحيه معنا. في 24 ساعه تم انتقالي لنادي الهلال في الموسم 2006-2007. لو عدنا إلى بداية طارق التايب، يقال هناك مباراة قيمت عام 1995 بين نادي أهلي طرابلس وبين فريق تونس فريق صفاقسي عام 1995. يقال هناك كانت مجموعة من النجوم، عادل خزام، خالد زرو، اسكندر سوية، محمد فتاح، لكن طارق التايب كان الاسم الأبرز، ويقال هي الانطلاقة الحقيقية لطارق التايب هذه المباراة. والله طبعا هو الانطلاق الحقيقي كان موسم 1994-1995. طبعا انا المشكله نتاعي كنت قصير الفتره ذيك، نحكي لك هي زي الطرفه، فهمت؟ كنت في مثل اشبال كنت اقصر معاه. يوم خذونا منتخب ليبيا، مشان سوينا ما خذوا لاعبين من الاهلي، لاعبين من الاتحاد، وخذوا لاعبين كذا. المهم كيف رحنا سوينا مباراه مع اختبار بيختار اللاعبين المميزين. طبعا وقت المدرب لا ولا لا نتلاقى معاه اسمه محمد حميده، ودائما نقول له تفكر يوم ما خذتنيش في 92 و91، اختار لاعبين الطوال بس، مش الامكانياتهم الفنيه، اختار منهم طوال. وانا مختاني، روحت البيت ابكي، رحت لامي قلت لها ليش جبتيني قصير؟ ليش انا قصير؟ فهمت؟ ماخذوني ان لاعبين طوال. لكن شوف، تبدا الاراده والعزيمه في اللاعب. سبحان الله انتقلت بسرعه من الاشبال للاوسط، وفي نفس السنه اخذنا بطوله الاوسط 93-94، انتقلت في نفس السنه للفريق الاول في نفس السنه منتخب ليبيا. لهذا موسم 94 و95
وبدات مباراه النادي الاهلي ونادي الصفاقسي. طبعا نادي الصفاقسي موسم 95 كان احرز على ثنائيه الدوري التونسي، بطوله والكاس. وكانت المباراه معنا نهايه الموسم، وكنت اصغر لاعب في الفريقين. 18 سنه. عمري 17 سنه، كيف قفلت 17 سنه. وكان معنا النجوم كبار طبعا، نادي الصفاقسي اسكندر سويه، محمد مفتاح، منى حبيب التونسي، شكري الطرابلسي، لاعبين كبار. نادي الاهلي من عادل الغزال، مصباح شنقب، ونيس خير، لاعبين كبار. كانت انطلاقتي وعرفني جمهور ليبي. تعرف انت الاعلام ما كان زي الفتره هذه، مع الناس تسمع باسم طارق الطيب، طرابلس يعرفوني، لكن المناطق الثانيه في ليبيا ما تعرفني كثير. لهذا كانت انطلاقه مباراه نادي الصفاقسي.